اقتصاد دوله، هتحكم سياسه الدوله الخارجيه. انا هكون مندوب للمرأة في مجلس الشعب على نطاق دايرتي اللي هي مطروح. اصبح الراجل الكبير، الراجل بتاع الدين هو اللي كان لما تتحط بالليل بتاعتي اللي ما صرفتش عليها، وناس اللي صرفت عليها برضه، وبدا الصبح الاقي لهم متقطعه. يجي واحد يقول له دكتوره اسلمه احنا بنحترمك بالقدر بس ارجوك السر من الانتخابات. يعني كنت قصدك يعني فكره تيارات الاسلام السياسي كانت رافضه مثلا وجود مرشحات مرأة فعلا، وده اللي خاف دلوقتي. يعني اخر حاجه عايز اقول لكم ما عليكم، احنا دلوقتي عندنا شبه كوتا 13000 على مستوى الجمهوريه مجالس محليه. لغايه دلوقتي انا مش ماليش غير 2 أو 3 مجالس محليه. المفروض ان احنا عندنا ما اثرش مجال، يعني حتى تخش تدريب وتسمع الناس متدربه على ايه، ما حدش بيتقبل ان هو يخش يقول لا انا هيحصل اللي حصل في المرحله اللي فاتت. اذا كمان في عزوف من المراه حاسس ان المجتمع هيهاجمها. يعني دلوقتي احنا بقالنا شهر بنلف على المصالح الحكوميه وبنطلع بره ان احنا عايزين حد يبقى متقبل ان هو يخش يرشح نفسه. يعني انا مبدئيا عايزه اكتب اسمي بالرغم ان انا مش عايزه، لكن عايزه اكتب اسمي عشان المحاضره اللي مش لاقيه وانا ما عايزه اخش، تقول لك انا عايزه اخش برلمان، او يمكن استاذه معز فكرت، يمكن في سلسبيل يمكن فكرت فيه. لكن انا شايفه البنات اللي احنا عايزينهم اللي هي سنها 30 سنه اللي احنا عايزينها تخش المجلس المحلي ليها نسبه، ليها 25%. لو المجلس المحلي 120 شوف 25% تعرف كام. لو المجلس المحلي 150 ليها 25%، ربع المجلس هتكون مرأة. لان مش كوتا اجباري، لكن هي هتخش المجلس المحلي. طبعا هو زي الكوتا للمرأة في كوتا للشباب.